فممكن بس نبتدي انك تعرفنا يعني ايه LGBTQ+ وهو الشذوذ الجنسي. بني ادمين وحشين جدا مش مفروض نكون معاهم. دي ناس مفروض يعني على جنب. فهو اعتقد ان في توبيك منتشر قوي اليومين دول او السنتين اللي فاتوا او ال5 سنين اللي فاتوا، وهو الشذوذ الجنسي او LGBTQ+. انا عارفه ان هي الحروف بتاعتهم زادت دلوقتي، فممكن بس نبتدي انك تعرفنا يعني ايه LGBTQ+. بتفصيلة بسيطة خالص، هو كل ما هو خارج نطاق الجواز ما بين الرجل والست. فده اللي بيقوله مثلا في روميا 1 الراجل مع الراجل هوموسيكشواليتي او المثلية الجنسية، ست مع الست. اي فعل جنسي خارج نطاق الجواز ما بين الرجل والست الله قال انه لا، مش انا اللي قلت هو ربنا قال لا في الكتاب. اوكي، عندكم مشكلة في القصة دي ارجعوا مع ربنا بقى، شوفوا تخانقوا معاه في القصة دي. انت لو عايش مع واحدة بره اطار الجواز غلط، لو ولد وولد غلط، لو بنت وبنت غلط، لو مجموعات غلط، لو اي حاجة بره اطار الجواز ما بين الراجل والست غلط. عايزة اقول حتة برضو قبل ما ادخل في الشرح. كل الناس اللي هي ليه علاقة بالقصة دي احنا كمسيحيين مؤمنين اعتقد محتاجين نغير نظرتنا للناس دي. مش مفروض ابدا زي ما كنا بنتكلم امبارح في موضوع تاني انه يبقى عندي حكم على الناس ايا كانت خلفيته شكلها ازاي. واعتقد لجزء كبير مننا بالذات في مصر او في الوطن العربي احنا شايفين الناس اللي زي كده كأنها second class او ناس اقل اهمية، بني ادمين وحشين جدا مش مفروض نكون معاهم. دي ناس مفروض يعني ولا مؤاخذة من على جنب. ارجوك غير النظرة دي. هل ده معناه ان احنا متفقين مع الفعل؟ اكيد لا، لان احنا عندنا دستور بيقولوا انه لا. ليه بقول محتاجين نغير نظرتنا ونبص لهم نظرة مختلفة؟ محتاجين نبص لهم بنظرة ربنا اللي بصص لهم بيها. هل الله بيحب الاشخاص ديت برغم الفعل؟ وانا مطالب مني ان اروح اكلم الناس دي عنه، يا جماعة ربنا بيحبكم تصالحوا معاه. ده ممكن حد منهم بعد شوية يكون معايا فوق برضه قاعد جنبي. الناس دي غالبا اتأذت. استادي طلعت في سنة 2022 من 4 سنين. غالبا الناس دي اتأذت من وهي صغيرة. معظم الاستادي بتقول عند ما بين سنة 9 وسنة 14. معرفش الاستادي دي او القصة دي قد ايه حقيقية، الدراسة دي حقيقية، لكن ده اللي بيقولوا. دي طالعة من امريكا من هيئة موجودة على جوجل حتى، مش عارف مش فاكر الاسم دلوقتي. من سنة 9 لسنة 14 غالبا الناس اللي حصل فيها القصة دي او قررت تمشي في الميول ديت غالبا اتأذت جنسيا من وهي صغيرة في السن دوت، من حد من الاهل او حد من المدرسين في المدرسة او حد من العيلة او حد من الاصحاب. فانت تكونت جواك مشكلة، وذات الطفل احنا يمكن واحنا كبار قادرين نتخيل شوية انه لا مش الدرجة دي عادي يعني لا، وانت صغير من سن 9 سنين ل 14 سنة القصة دي بتعمل اثر نفسي رهيب، بتغير حاجات. في نفس الوقت هرمونز معينة، ودي الاكسبشن، ده جزء بسيط جدا من الناس اللي بتتولد عندها ميول جنسية مثلية هرمونيا بتتولد كده، بس ده اكسبشن، ده عدد قليل جدا من الولادات اللي موجودة اللي اطفال بتولد بالهرمونز دي. مش هنسى ابدا واحنا في قدام يعني didn't expect that خالص. كنا في حته في افريقيا في تنزانيا اعتقد. انا كنت بوعظ الكلام ده فيري ريسنت يعني قريب خالص. واحده جت قالت لي بعديها على فكره انا طلعت وانت قلت سلم ارفعوا ايديكم وسلمت وعملت وصليت وكده، بس هي يعني هو غالبا كان راجل وحاطط حاجات، فغالبا ترانسجندر متحول جنسيا. فهو بيقول انا صليت بس انا عندي مشكله دي، انا عندي ميول جنسيه مش عارف اعمل ايه، بس انا النهارده قررت ان انا مش هكمل في القصه دي. وده اللي عايز اقوله، ان ممكن حتى انت في الولاده تكون عندك هرمونات معينه، عندك ميول جنسيه المثليه، لكن انت لما بتمشي مع المسيح زي اي خطيه تانية، حتى كإنسان طبيعي مؤمن ما عندوش مشكلة في الحتة دي، عنده مشكلة في حتة تانية، مخدرات مثلا، أي حاجة تانية. أنت بتقرر بإرادتك الحرة أنا دلوقتي مش هشرب ده، مش هعمل ده، هبطل ده عشان أنا دلوقتي مع المسيح هعمل ده. فعكس حتى الجينز اللي أنت عندك يمكن تكون رايحة أو هرمونات رايحة ناحية الميول دي، أنت بتقرر عكس الميول دي. صعب، بس أنت بتقرر لا أنا مش همشي كده، أنا همشي كده. وده اكسبشن، ده عدد قليل.
لكن في ديفنتلي في الكلام المقدس روميا 1 وفي أجزاء تانية كتيرة الله قال لأ يا جماعة، منها دول ومنها ناس تانية كتير، أي إطار جنسي اللي ربنا أصلا خلقه في الإنسان دي فكرة إلهية، راجل ست في إطار جواز.